في قلب الغابة الكثيفة عاش دب يدعى فستق. فستق لم يكن كباقي الدببة، فبدلا من أن يستمتع بالسبات الشتوي الطويل، كان يكره الشتاء كرها شديدا. عندما تبدأ الثلوج بالتساقط في شهر تشرين الثاني نوفمبر، وتهبط درجات الحرارة لما دون الصفر، يبدأ فستق بالشعور بالضيق والانزعاج. فهو يفضل أشعة الشمس الدافئة وأوراق الشجر الخضراء على المناظر الطبيعية البيضاء الصامتة. يحاول فستق عبثا مقاومة طبيعته، فيبقى مستيقظا لأطول فترة ممكنة، باحثا عن التوت المتجمد أو العسل المختبئ تحت الثلج، لكن جهوده غالبا ما تبوء بالفشل. يشعر بالوحدة والبرد، ويحن إلى أيام الصيف الدافئة. في أحد الأعوام، قرر فستق أن يغير مصيره، وبدلا من الاستسلام للنوم، بدأ بالبحث عن مكان دافئ ومريح بعيدا عن الغابة. بعد رحلة طويلة وشقة استمرت 53 يوما، وجد كهفا محميا من الرياح. وهناك أمضى الشتاء مستيقظا، مستمتعا ببعض الوجبات الخفيفة التي جمعها قبل حلول البرد، وحالما بالربيع القادم.